النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتجمع المشركون في مكان وبدأ يتجمع المسلمون في مكان. الوصف ده وصف دقيق جدا في سورة الأنفال. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اللي هو أبو سفيان أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. زي ما قلت لك إن قائد الغزو أولا ربنا سبحانه وتعالى مش النبي، هو اللي بيرتب لها. عشان كده بقول لك تفر القافلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إلى نهاية الآيات. فتجمع الجيشان كل في مكانه وكما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. في التجمع كان هناك المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم ورأي الحباب بن المنذر. فالنبي نزل وكانت ماء بدر قدامه بشوية، فالحباب بن المنذر بأدب انجم مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الكبرياء والعظمة والتواضع والنزول إلى رأي الآخرين. قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلك الله إياه فإحنا ما نتكلمش؟ ربنا اللي قال لك انزل هنا ولا هو الحرب والمكيدة؟ وده يبين لنا قد إيه الصحابة بيمتثلوا لأمر الله. لو أمر الله إحنا مش هنتكلم، لكن هو الحرب والمكيدة. قال النبي: بل هو الحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله ننزل عند أدنى ماء، عند أقرب ماء، ونخلي الماء في حوزة المسلمين ونحفر لنا بئرا، هذا البئر يكون سهلا للشرب أن نستطيع أن نجلب منه الماء فنشرب ولا يشربون، إحنا نشرب وهم ما يشربوش. فقال النبي: نعم الرأي يا حباب. ونزل إلى رأي الحباب بن المنذر وتقدم بالجيش عند هذا البئر. وكان بالفعل بداية المقتلة والعطش في المشركين أصلا طوال هذه الحرب بسبب أن المسلمون استولوا على هذا الماء، ماء بدر. وفي هذه اللحظة أيضا جاء سعد بن معاذ. بص أنا بجيب لك الغزوة بالتفصيل، بحاول أعيشك الغزوة كانت عاملة إزاي قبل ما تحدث الأحداث وتنشب الحرب. فسعد بن معاذ سيد من أسياد الأنصار قال: يا رسول الله، إن ما رأيك أن نصنع لك عريشا خلف الجيش؟ أنت شايف الحرب هتقوم، نعمل لك عريش خلف الجيش ونضع لك الركائب حتى إذا انتصرنا وأعزنا الله على عدونا فهذا عزنا من الله وهذا مطلبنا، وإن انهزمنا تركب الركائب وتعود إلى المدينة. فوالله يا رسول الله لقد تخلف أقوام عنك في هذه الحرب لو يعلمون أنها ستكون حربا ما تخلفوا عنك، والله يا رسول الله ما نحن أشد حبا لك منهم. شوف الصحابي وشوف الكلام وشوف ازاي بيفكروا. فقال النبي: نعم الرأي يا سعد. وصنعوا العريش للنبي صلى الله عليه وسلم خلف الجيش وأعدوا له الركائب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما تحدث معه سعد بن معاذ. صنعوا العريش والنبي صلى الله عليه وسلم بس لقى بقى تقدم المشركين، والنبي طبعا عارفهم واحد واحد، ما فيش حد ما يعرفوش لأن ما فيش حد منهم ما دعوش إلى الإسلام. فالنبي لما نظر كده إلى المشركين وجد إن مكة خرجت بفلذة كبدها، ما تركوش حد. أنا قلت لك ما فيش واحد بقي إلا أبو لهب. لما قلت لك أبو لهب ما رضيش يخرج وخرج واحد مكانه كان عليه دين، فخرجت مكة بجميعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال في دعاء عظيم وهو يسجد لربه في العريش: اللهم إن هذه قريشا قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. أنا قلت لك إن ربنا وعده، لكن هو برضه بيدعي.
وبياخد بالاسباب، على الرغم ان انا قلت لك ان ربنا وعد ونازل النص في القران الكريم: اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. مش هتخسر يا القافله يا الغزوه، فكده كده منتصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالاسباب.